تعلم أنت المدرب المغربي الثالث الذي يقود منتخبنا الوطني، والمدرسة المغربية حققت بعض الإنجازات مع النشامة، ولكن مؤخرا وخصوصا بعد مشاركتنا بكأس العالم الجماهير الأردنية فقدت ثقتها في هذه المدرسة. فهل الكابتن بادو قادر على استعادة ثقة الجماهير؟ اسمع السؤال تاعك ما فهمتوش ملي كتقول الجماهير الأردنية فقدت الثقة في المدرسة المغربية، وحنا كنعرفوا بأن المنتخب الأردني يشارك في كأس العالم. واش المنتخب الأردني مشى لكأس العالم باش يربح كأس العالم؟ النتائج مع من لعبتي مع النمسا، عنده اكثر من 5 أو 6 مشاركات. لعبتي مع الجزائر ومع الارجنتين، يعني منتخبات اللي عندها بطولات قويه. بلا انا ما غاديش نسمي، ولكن انت بالاشاره غادي تفهم. خرجت من هزمه ب5 وب4 رغم عندها بطولات قويه وعندها اسماء كبيره وفارضه الاسم تاعها داخل اسيا. ملي كنشوفوا المنتخب الاردني في المجموعه تاعو اللي كانت قويه، الارجنتين والنمسا والجزائر، وكاين هازم بصعوبه وكيقدم اداء مميز وباخطاء نقدر نقول فرديه يمكن يتجنبها، كنا كنتكلموا على اداء اخر. لهذا بالنسبه لي انا كنشوف المشاركه ديال المنتخب الاردني في كاس العالم فكانت جد ايجابيه، وغتكون الايجابيه تاعها من بعد كاس العالم، بحكم غادي نتعاملوا مع لاعبين اللي خداو واحد التجربه، خداو واحد الثقه وتحاكوا مع مدارس مختلفه. شهد المؤتمر الصحفي التقديمي للإطار الوطني المغربي بادو الزاكي مديراً فنياً جديداً لمنتخب الأردن مواجهة صريحة مع وسائل الإعلام المحلية التي طرحت تساؤلات حادة حول مدى جدوى استمرار اعتماد الاتحاد الأردني لكرة القدم على المدرسة المغربية للعام الثالث على التوالي. وتوزعت تحفظات الصحافة الرياضية الأردنية وردود المدرب الجديد على النحو التالي: أولاً، الانتقادات الصحفية للتوجه الفني. الانحصار التكتيكي في المدرسة المغربية. أبدت صحف ومصادر إعلامية أردنية تخوفها من تغليب طابع أسلوبي محدد، التحفظ الدفاعي والاعتماد على المرتدات على أداء المنتخب، مشيرة إلى الحاجة إلى تنوع تكتيكي يناسب مواجهة منتخبات تتكتل دفاعيا داخل القارة الآسيوية. الانفصال عن البطولات المحلية. شملت الملاحظات تراجع إشراك وجوه جديدة من الدوري الأردني للمحترفين في الفترات الماضية لصالح الأسماء المحترفة خارجياً، مما يضعف دافعية اللاعب المحلي. ثقل ضغوط إنجاز كأس آسيا. أشارت الصحافة إلى أن السقف المرتفع الذي بناه الجهاز الفني الأسبق أصبح يفرض ضغوطاً متزايدة على أي مدرب مغربي يتولى المهمة. ثانياً، ردود بادو الزاكي وحججه الفنية. المرونة والواقعية. أوضح الزاكي أن كرة القدم الحديثة لا تعترف بالقوالب الثابتة، مؤكداً أن النهج التكتيكي سيتغير بحسب هوية المنافس ومقتضيات كل مباراة، مع الحفاظ على الواقعية الكروية التي تحقق النتائج في البطولات الكبرى. تطوير واستمرارية لا هدم. شدد على أنه لم يأتي لإعادة بناء المنتخب من الصفر، بل لمواصلة العمل على النواة القوية الحالية وإضافة عناصر جديدة تعزز دكة البدلاء. معيار الجاهزية للجميع. جدد الزاكي التزامه بمتابعة الدوري الأردني بشكل مكثف، مؤكداً أن العطاء في الملعب هو الفيصل الوحيد للتمثيل الوطني بغض النظر عن اسم الفريق أو مكان الاحتراف. خبرة التعامل مع الضغوط. اختتم الحارس الدولي السابق بالقول إن الضغوط جزء لا يتجزأ من عالم التدريب، وأن تركيزه الكامل ينصب على التحضير المناسب للاستحقاق القاري القادم في نهائيات كأس آسيا 2027.